الأخبار الموجزة ليوم الخميس. شكر حاكم مقاطعة نجرهار ضياء الحق مرخيل في الإدارة السابقة وزير الداخلية بالوكالة خليفة سراج الدين الحقاني على حسابه في تويتر، وقال إنه ساعد دائما في حل المشاكل وغيرها من القضايا، ويسمع صوتنا دائما. حسب تصريحات وزارة التعليم العالي، كرمت حكومة مقاطعة قندوز الطلاب المخترعين الشباب في جامعة قندوز اخترعوا مضخة مياه. حسب تصريحات مقر شرطة كابول، جاء عدد كبير من السياح إلى منطقة بغمان في كابول لمشاهدة معالم المدينة، ووفرت القوات الأمنية خلال هذه الأيام الأمن الكامل في بغمان والمناطق الأخرى، وأدى الناس مناسكهم بكل ثقة. تستمر بناء الشوارع في القرية الأولى والثانية من المنطقة الأولى، واكتملت 95%. صرحت الإدارة الوطنية للإحصاء والمعلومات أنه في العام الماضي تم جمع 10,634,000 أفغاني من توزيع 42,374 بطاقة هوية إلكترونية و46,321 ورقية في مقاطعة بكتيا، وتم تسليمها إلى خزينة الدولة. أشادت وزارة الداخلية خلال اجتماع بأفعال وتضحيات القوات الأمنية من أجل تعزيز الأمن العام خلال أيام العيد. حكمت محكمة مدينة غرديزة الابتدائية بمقاطعة بكتيا على 2 من المجرمين بارتكاب جريمة السرقة.